عاملين ايه الاخبار؟ النهارده فيديو جديد. ديد بول، البطل الخارق. ان انا من وانا صغير من غير ما اعرف دوافعه، بس انا كنت بحب الشخصيه دي. زي ما انا قلت لك كده، احنا هنتكلم عن ديد بول يا اسطى. يعني الاخلاق، مال الشرف، مال النزاهه، مال الشكل الجميل، الشعر الناعم. فانت عندك حاجات كتير قوي وانا باين ان انا بكذب. المهم تعالوا نخش في الموضوع. فاكرين انكم مش هتشوفوني تاني؟ انا صحيح. ديد بول، وكمان مره ديد بول، يعني البطل المأجور، الانتي هيرو اللي انا بحبه، وهو اخويا زي تريفر كده، حبيب قلبي. كنت بدوب في عينيك، كنت بحبك ليك، كنت بدوب في عينيك، كنت بحبك ليك. لما اطفال جم وقالوا له عايزين نقتل سانتا كلوز عشان مش بيدينا هدايا، هو كان عنده اخلاق جدا. لما شاف الفلوس دي، اخلاق. هو الاخلاق دي عملت لنا ايه يعني؟ انا قاعد ومرفوض عشان كان عندي اخلاق. والله انا عيال وتعبان لكن اطلع ميتين ابوكم يا جدعان، والله ادوس عليكم. يعني ليه كده يا جماعه؟ ايه التريمه دي؟ وانا نفسي كان يكون عندي رقم ديد بول عشان اكلمه عشان يقتل الجيرل فريند بتاعتي، بعد ما قالت لي ان احنا هنكون زي الاخوات. مشيها، قالت لي زي الاخوات. مكسوفة مكسوفة منك، مش قادرة أقولك. دي اعراض ناس برضو، ما ينفعش نتكلم في المواضيع دي. طبعا انا بهزر يا جماعه، يعني محدش ياخد الموضوع جد. يعني انا ما صاحبتش بنت اصلا في حياتي، فعشان كده انا شخص متوحد. لم ولن يحصل حاجه زي كده. اخرس يا ابن الكلب. قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، عايزين نوصل ل1000. وتعالوا كده نبدا بدايه ظريفه عفيفه خفيفه. اطفي النور، لما مؤاخذه حط السماعه في ودنك، او مثلا لو سماعه خارجيه يلا خلينا نتفضح وامام العامه وامام الناس عادي. لو هتاكل حاجه، لو هتشرب حاجه، لو لسه بنتغدي ولا حاجه، خلينا قاعدين. وقول لي برضه في التعليقات انت اتغديت ايه، عشان انا شخص متوحد، ما عنديش صحاب ولا بنات. يعني الصحاب اللي انا ما كسبتهمش في الحياه العاديه بكسبها في الحياه الافتراضيه. اتكلم على ايه ولا على ايه؟ اتكلم على لبسه الجامد اللي هو شبه سبايدر مان بالمناسبه. انا ما اسمحلكش. اصلا شكله باللبس الجامد بتاعه كان بيحسسني ان هو ده بطل خارق، يا ابن يا مجنون يا يا عم. او احس ان هو قاتل مأجور بجد. يعني انت مستني ايه من واحد كان هيقتل سانتا كلوز؟ يعني انت مستني ايه منه؟ دايما قلت لكم كده، لبس ديد بول اللي مبين له جامد ومبين كل قوته ومبين كل امكانياته، هو ده اللي عايزه. ما هو ده اللي هو بيقول عليه. اني اول واحد بحبه ونفسي اطوله. انت مستغربني؟ مستغرب كلامي؟ ما هو اللي بيقول كده والله، مش انا. ما انا هقول لك ازاي. مش سألتني السؤال؟ لا بس اجاوب بقى سيادتك. طبعا. السفين اللي مع ديد بول اصلا انا شاكك ان هم بتوعه اصلا ممكن يكون سارقهم. ديد بول وانا عارفه يعملها عادي. ديد بول يعمل اللي هو عاوزه، وانا سانده زي ميسي كده. سانده ايه يا عم؟ انت بتتكلم على ديد بول؟ انت بتتكلم على الغندور؟ انت بتتكلم على ديد بول يا عم. طبعا احنا شفنا طبعا كلنا ديد بول وولفرين كومبو اللي احنا كنا عايزين نشوفه من زمن الزمن، من ساعه الكوميكس والجو ده. ديد بول وولفرين تحس ان هم منتقدين بعضهم جدا. يعني ده حاجه وده حاجه، ده عكس ده وده عكس ده. هو ده الكومبو اللي احنا بنحبه. الناس ما عملتش لايك ليه؟ الناس ما عملتش لايك اللي قاعدين ليه؟ الناس تشرب ايه يعني؟ ابعت اجيب لكم حلبة حصى مثلا. وبالمناسبة ديد بول ظهر في كرتون، ظهر ضيف شرف كأنه عادل إمام كده، وما كملش. يعني هو بعد كده بدأ يظهر بقى لوحده بقى وبتاع. وطبعا مش هنتكلم عن كسر الجدار الرابع اللي احنا بنحبه في ديد بول ويقول رأيه في الفيلم. تحس ان هو ما تيجي تقعد جنبي، ما تيجي انتوا تتكلموا احسن. يا عم في ايه؟ بس كده ده الفيديو. متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا للقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وعايزين نوصل ل1000 يا جماعة، بدأنا نتأخر شوية وعايزين حركة كده. واعمل شيرك بيجيب جيرك. واحنا السنة عايزين نوصل ل1000 وان شاء الله الموضوع هيتسهل ان شاء الله بعدها. ومع السلامة، اروح انا بقى.